للجزائريين ولسياسه الدوله او سياسه الحكومه او السله، لاننا عندي مثال ربما نمدوا قبل ما نبداو نطرقوا الى الاشياء بلي ديتاي. انا نقول بان السياحه في الجزائر، حتى السياحه الدينيه اللي الناس ربما يكتشفوهاش، وانا عندي مثال نمده لك الاخت ورده، هو ان الزاويه التيجانيه الموجوده بين توغورت هذه الزاويه ارقام رسميه، يعني ارقام رسميه حوالي مليون سائح يزور هذه المنطقه سنويا. لكن المشكل الموجود هو هذه المنطقه، هذه الزاويه، هذه المنطقه الجغرافيه ما فيها ني فنادق ني اقامات اخرى ني مرافق تجاريه ني كذا ني كذا. وعلى هذا تلقاي السائح هذا او السائح الديني يجي للزاويه التيجانيه في نهار يعاود يرجع. وحتى لو ترونسبور الدول مالي والنيجر وكذا رايحين يمروا عبر المغرب، يعني الطائرات المغربيه. اذا الان اليوم السؤال المطروح، هل لان لما نتكلموا عن السياحه الدرجه الاولى هو وسيله النقل هو اللي يكلف في السياحه، مش ولكن في الجزائر هناك شيء ثاني. لما تكلمي انت على